بيبدأ الفيلم مع آية بنت جميلة ولكن جمالها متغطي بالحبوب، وتكون يتيمة وعمتها هي اللي اهتمت بيها وهي صغيرة، وعمتها عصبية وطول الوقت تكون على نفس الشكل، رابطة شعرها نفس الرابطة وحاطة سجارة في بقها من غير حتى ما تولعها، ويكون عندها مطعم صغير وآية بتساعدها فيه وبتشتغل معاها في معظم الوقت. وفي مرة ينادي عليها زبون وهي أول ما تشوفه تعجب به من أول مرة وتعمل شوية حركات قدامه تخليه يستغرب هي بتعمل كده ليه، ولما يسألها على الساعة تقوله إنه هو ده الوقت المناسب اللي المفروض يحبها فيه، لكن عمتها تجيلها وتطلب منها إنها تمشيه، وده لأنه قاعد من فترة طويلة من غير ما يطلب حاجة وإنه بكده بيستغل المطعم. فهي تكون مستغربة عمتها وإنه بيستغل المطعم في إيه وهم مفيش عندهم أي وسائل ترفيه أو حتى واي فاي، ولما تسأله يشرب إيه تلاقيه متضايق ويقول لها إنه كان عنده ميعاد مع حد ومفيش حد جه يقابله ويمشي. ولما هي تكون في طريقها وهي مروحة تلاقيه قاعد في الشارع على الأرض ويكون ظاهر عليه الحزن، فهي تروح تعرض عليه المساعدة وهو أول ما يشوفها يعزمها على آيس كريم، ولكن هي ترفض لأنه غريب وتزعق له وتقول له هو مفكرها إيه، وفجأة نلاقيها راحت معاه ويبدأوا يتعرفوا على بعض ويعرفها إن اسمه تشاد وإنه بيحب بنت، وبالرغم إنه بيغزل البنت دي من سنة كاملة إلا إنها مش بتحبه. وهي كمان تحكي له إنها يتيمة وعايشة مع عمتها وإن عمتها طردتها من بيتها لما تمت السن القانوني وبتشغلها في المطعم عندها. وبعد ما ينهوا كلامهم سوا هي تودعه ويظهر عليه انه مبسوط بصداقتها معاه وينادي عليها بيبي. تاني يوم بيكون اول يوم لإيه في مدرستها الجديدة وبتتعرض للتنمر من مجموعة بنات تافهين، ويكمل اليوم بان كرة تتخبط في دماغها ويغمى عليها، وبدل ما باقي الطلاب يروحوا يساعدوها يضحكوا عليها، ويصادف ان تشاد معاها في نفس المدرسة ويروح يشيلها وينقلها على عيادة المدرسة، وهي بعد ما تفوق تشكر تشاد على مساعدته ليها وتمشي. ومش يومها الاول ينتهي على كده بقى وتخلص، لا ترجع مرة تانية تقع من على السلم جنب كراش اشهر واحد في المدرسة بسبب وسامته المبالغ فيها، ولما يشوفها وهي واقعة جنبه يتريق عليها وتكون وسامته في وشه لكن لسانه عايز قطعه. والبطلة عشان ماشية تحب على نفسها لما تشوف كراش ما يهمهاش كلامه وانه بيحتقرها، وبسبب ضحكتها المرسومة على وشها بيفكر انه بيغزلها مش بيهزقها. وتاني يوم تبدأ تدور لنفسها على بيت لان مفيش عندها مكان تعيش فيه من بعد ما عمتها طردتها من بيتها، وتلاقي اعلان على بيت للإيجار ولكن تلاقي ان صاحبة البيت غريبة فتخاف منها وترفض انها تأجر البيت بتاعها، وتروح لمكتب وظايف وتطلب من صاحب المكتب انه يلاقي لها شغل وانها تقدر تعمل اي حاجة، وبعد محايلة منها كتير عليه يلاقي لها شغل في قصر كبير وتكون مبهورة بشكل القصر من بره وتحس ان حياتها تتغير في المكان ده، ويقابلها مديرة الخدم والعاملات في القصر ويفتحوا لها الباب ومديرة الخدم تقول لها انها بتتمنى انها تستمر معاهم في الشغل، فتكون هي مش فاهمة قصدها، وصاحب القصر يقطع كلامهم ويقول لها ان في 2 استقالوا قبلها وده لان ابنه شخص صعب وانها هي اللي هتكون مسؤولة عن كل حاجة في حياته وان مفيش حد بيقدر يتعامل معاه وان ابنه نص انسان ونص وحش. فهي تخاف وتقرر انها تمشي، لكن صاحب القصر يغريها بالمرتب وشوية امتيازات ومن ضمنها انه هيديها اكل وسكن، فترجع وتقرر انها توافق على الشغل وتدخل معاه القصر عشان يفهمها هتعمل ايه، وتتفاجئ ان ابن صاحب القصر هو كراش الوسيم ابو لسان طويل، ولما باباه يناديله عشان يتكلم معاه كراش يتكلم مع باباه بطريقة وحشة، فهي ترد عليه وتهزقه قدام ابوه وتقول له انه ما ينفعش يتكلم مع ابوه بوقاحة، فهو من غير ما يسألها هي مين وبتعمل ايه يطردها ويمشي ويسيبهم. ويجي الليل وتكون ايه في المطبخ بتاع القصر عشان تجيب لنفسها مية، ويجي كراش وهو مش في وعي وسكران ويكون عايز ياخد كوباية المية بتاعتها، لكن هي تشدها منه ويتخانقوا مع بعض وكراش يقع بسبب انه مش في وعي ومش متزن، فايه تضطر تساعده وتنقله على اوضته وتطلب منه يغير هدومه ويلبس هدوم البيت، وهو يبدأ يغازلها ويقول لها كلام حلو وفجأة يقرب منها ويرجع عليها فتتضايق منه جامد وتمشي وتسيبه. وتاني يوم في المدرسة تتعرف على بنت جميلة اسمها لوري، ولوري ترحب بيها بسبب انها منقولة جديد لمدرستهم ويتصاحبوا على بعض، ولوري تحكي لها انها اختارت المدرسة دي عشان تكون جنب الشخص اللي هي معجبة بيه، وتحكي لها ان اسمه كراش، واول ما هي تقول لها انها عارفاه يكون عند لوري حصة فتستأذن منها عشان تلحق حصتها وتمشي. ومجموعة البنات اللي كانوا بيتنمروا على هي تلاحظ انهم معجبين بكراش وتغيظهم لما يقف ويتكلم معاها ويكون عايز منها تشتري له شوية طلبات، وهم يستغربوا انه ازاي هو عارفها وبيتكلم معاها، ولما تروح تجيب الطلبات لكراش ما تلاقيش معاها فلوس تكمل تمن الطلبات، وهو كمان ما ادهاش اي فلوس فما تعرفش هتعمل ايه، وفجأة تلاقي تشات جالها وهو اللي ينقذ الموقف ويدفع لها تمن الحاجات اللي هتشتريها ويقول لها انه دفع لها لانه هيحتاج مساعدتها بعد كده
كده، ولما ترجع تزعق كراش انه ما ادهاش فلوس، فهو يقول لها انه فاكرها اخدت فلوس من باباه وتديله فاتورة الحاجات اللي اشترتها، فيرمي لها الفلوس على الارض فتتضايق منه على قلة ذوقه وتصرخ في وشه وتمشي. وبعد ايام البنات اللي معجبين بكراش يتجمعوا عليها ويكونوا عايزين يضربوها لانهم مفكرين انها صاحبة كراش، وان واحدة زيها ما ينفعش تصاحب اي حد، ولوري صاحبتها تنقذها من تحت ايدهم وتساعدها في انها ترتب هدومها وتسألها اذا كانت بتحب كراش، فهي تقول لها ان اكيد لا، ولوري تعرفها انها بتحبه من وهم صغيرين. وبعد كده هي تقابل تشاد ويطلب منها انها تساعده وتقيس هدوم بناتي ويوريها خاتم غالي جدا، ويقول لها انه اخيرا هيطلب من البنت اللي بيحبها الجواز، ويطلب منها انها تروح معاهم للحفلة عشان تساعده، فهي تقول له انها مش معزومة ومش هتعرف تروح. وفي نفس اليوم كراش يرملها كارت دعوة على الارض وهي ما تتعاملش معاه كأنها بتشتغل عنده وتهزقه لوقعته معاها، وهو ما يهموش كلامها ويطلب منها انها تروح معاه ويقول لها تجهز نفسها لانه هياخدها معاه لمكان معين تاني يوم، وهي تكون فرحانة لانها بتطلع نفس الحفلة اللي تشاد حكالها عليها. وتاني يوم كراش ياخدها معاه لجلسة تصوير كعارض ويكون اخدها معاه كمساعدة ليه، واثناء التصوير موبايلها يرن والمصور اللي هناك يتعصب جامد عليها وياخد من ايدها الموبايل ويكسره لها، ولما يطردها كراش يوقفه ويقول له يسيبها لان موبايلها مش هيرن بعد كده، وهي تحاول ما تبينش زعلها وما تتكلمش بس تفضل تعيط في السر. وبعد ما جلسة التصوير تخلص هي تروح تتأسف لكراش على اللي هي عملته، فهو ما يكونش مهتم ويديها باقي اليوم اجازة، فتروح عند لوري وتكون عازمها على الاكل، ولوري تقول لها انها بتحبها جدا ونفسها انهم يكونوا اصحاب مقربين، وده لانها بتحسها مش كذابة ومخدعة زي البنات التانية، وهي تكون سعيدة بصداقتها وتعزمها لوري على عيد ميلادها لانه قرب. وتاني يوم البنات المعجبين بكراش يرجعوا يتنمروا على ايه، فايه ما تستحملش اهانتهم ليها فيبداوا يضربوا في بعض، وكراش لما يشوفهم يوقف خناقتهم ويعرف البنات اللي معجبين بيه ان ايه حبيبته وانهم يا ريت ما يتنمروش عليها ومحدش يزعجها، فالبنات يغمى عليهم بعد ما يسمعوا كلامه وهي تتضايق منه على اللي هو قاله، فهو يقول لها انه قال كده قاصد عشان يتنمروا عليها اكتر. وبعدها كل الطلاب يفضلوا يبصوا عليها ويرموا لها تعليقات سخيفه وانها ازاي وقعت كراش في حبها وانها اكيد سحراله يا اما بتبتزه، ولوري تزعل منها لما تسمع ان هي وكراش بيحبوا بعض، لكن ايه تعرفها ان مفيش حاجه بينهم وان كل الحكايه انها بتشتغل مساعده ليه مش اكتر. ولوري تنبهر وتقول لها انها بتحسدها وبتتمنى انها تكون مكانها، فايه تعرفها انه شطان ومفيش حد يستحمله، وتعرف ايه من تشاد ان البنت اللي هو بيحبها ومجنون بيها هي لوري، ويطلب منها انها تساعده وانه في الحفله اللي هتتعمل قريب هيتقدم لها بطريقه رومانسيه ويديها الخاتم اللي هو اشتراه، ويطلب منها انها تديه للوري في الحفله وتتاكد انها تلبسه لها لان الخاتم في جهاز تعقب يخليه يعرف مكان لوري لما يقفلوا الانوار عشان يعترف لها بحبه. وتروح مع كراش للحفله وايان صاحب كراش يلاحظ معامله كراش الوحشه لايه، فيروح يواسيها ويقول لها انها ما تزعلش منه وانه ما كانش كده زمان وانه بقى شخص تاني لما مامته توفت، فهي تقول له ان هي كمان يتيمه وده مش معناه انها تكون وحشه مع الكل، ولما تحس انه سمعهم تغير الموضوع. وفي الحفله تشاد يقول لايه انها تبدا في تنفيذ خطتهم، ولما ايه تلاقي لوري قبل ما تديها الخاتم النور يطفي والخاتم يقع منها، فايه تفضل تدور عليه لكن في كل مره تيجي تمسكه حد يخبط الخاتم برجله ويبعدوه بعيد عنها، وتشاد يعرف مكان الخاتم من خلال التعقب ويكون في حد لقى علبه الخاتم واخدها، ويعترف تشاد بحبه للشخص اللي معاه الخاتم لانه معتقد انها لوري. وفجاه يسمع صوت واحد بيقول له انت راجل مش تمام ولا ايه، وفجاه النور ينور على تشاد وهو راكع وماسك ايد كراش، ولوري وكل الموجودين في الحفله يتصدموا من منظرهم ويحصل عندهم سوء تفاهم، ولما تشاد يلاقي كل الانظار عليه يتحرك جامد ويمشي ويسيب الحفله، وايه تروح وراه لكن تشاد يكون زعلان منها ويقول لها انها بوظت كل حاجه. تاني يوم ايان صاحب كراش يقابل ايه ويديها هديه لانه عارف ان كراش بيعاملها وحش، والهديه تكون عباره عن منتجات عنايه بالبشره، ومجرد انه يديها الهديه يختفي وما تلاقيهوش، وتقابل كراش وتعمل فيه مقلب وتقول له انها شافت شبح، وتكون عارفه انه رايح اوضه اجتماع الطلاب وتقول له انها شافت الشبح في اوضه اجتماع الطلاب، فيطلب منها انها تجيله قبل ما الاجتماع يخلص لانه عايزها تكون خدامته الشخصيه، لكن هي تكون متاكده انه خايف عشان كده عايزها معاه. وبعدها يروح على الاجتماع مع اصحابه ويبداوا يجهزوا افكار لانهم عندهم عرض مدرسي مهم ليهم، وبعد ما كل واحد يخلص يمشي ويفضل كراش في الاخر هو وايان، لكن كمان ايان يضطر يمشي ويسيبه ويخاف يقعد لوحده فيتصل بايه عشان تجيله لكن ما يقدرش يوصل لها، وبعدين تفضل تخوف فيه فهو
وهو فعلا يخاف ويستخبى وتطفي النور عليها عشان تنتقم منه في اللي هو بيعمله فيها. وهو لما يحاول يهرب منها يخبط فيها ويقعوا هما الاتنين على الارض ويغمى عليها، وبعدين يرجع يفوقها ويقول لها انه شاف الوحش اللي هي قالت له عليه، فهي تفهمه ان مفيش وحش ولا حاجه ودي قصه بتخدعه بيها. لكن هو يكون متاكد انها مش هي وانه فعلا شاف الشبح وهما بيتكلموا، وعامل يفكر ان مفيش حد موجود في الاوضه فيقفل الاوضه عليهم بالمفتاح ويكونوا لسه بيتخانقوا. وهو يقول لها انه هيطردها لكن هي ما تهتمش لكلامه وتقول له ان باباه هو اللي معينها فهو ملوش حق يطردها. ولما يمشوا يلاقوا ان الباب مقفول عليهم ومش عارفين يخرجوا، وموبايلها يكون مفيش فيه رصيد فيزعق لها ويهينها ويقول لها انها فقيره وافقر من الفقر، وهو كمان يكون موبايله فاصل، ويحصل حركه في الاوضه تخليهم يخافوا هما الاتنين ويتخانقوا على مكان عشان يستخبوا فيه، وفي الاخر يتعبوا ويقعدوا ويسالها هي ليه فقيره فهي تحكي له حكايتها كلها. وهو كمان يبدا يحكي لها ان مامته ماتت في حادثه طياره وهو عنده 5 سنين ومتاثر من يومها، فهي تقول له انه برضه محظوظ عنها لان عنده اب. ويناموا هما الاتنين وهما بيتكلموا، وتاني يوم الحارس يفتح الباب ويلاقيهم فيصحيهم ويمشوا. وكراش يكون محافظ على طريقة تعامله معاها ويكون لسه بيستفزها ويضايقها ويطلب منها في اوقات نومها انها تشتغل شغل كتير ويطلب منها انها تغني له لكن هي ما تسألش فيه، وتشوف انه بيتفرج على فيلمها المفضل فتقعد وتتفرج على الفيلم فهو يكون عايز يقفله ويقول لها انه بيدفع لها فلوس عشان تنفذ اوامره مش عشان تتفرج على افلام، وعشان ايه عارفة انه بيخاف زيادة عن اللازم تفضل تقول له طلاسم وتخوفه فهو يخاف فعلا ويطلب منها تسكت وتفضل تضحك عليه، فهو يعاقبها بانها تنام معاه في نفس الأوضة وتصحى تاني يوم تلاقيه مغطيها ومش موجود فتستغرب انه كان لطيف لأول مرة وما صحاش بدري، ولما تقوم عشان تغسل وشها تلاقيه رسم على وشها وموصل الحبوب اللي في وشها ببعض وتحاول انها تمسحه لكن ما تعرفش، وبعد محاولات كتير تمسحه وتروح على مدرستها وتقابل هناك تشاد وهي تطلب منه يسامحها فهو يقول لها انه نسى وانه عارف انها ما كانتش تقصد ويتصالحوا مرة تانية. ولما ترجع البيت تتخانق مع كراش عشان اللي عمله في وشها الصبح، ولما تخنقه تحس ان حرارته عالية لكن هو يقول لها ان مفيش حاجة وتروح تحضر له حاجة سخنة يشربها وتبدأ تأكله وتهتم بيه، لكن هو يكون تعبان وبيعرق جامد وتعبه يزيد بالليل ويطلب منها انها تفضل جنبه فهي تقنعه انه يروح المستشفى وهو يرفض لانه بيخاف من المستشفيات، ولما تصر عليه يوافق ويروح. وباباه يطلب من ايه انها تقعد معاه وتهتم بيه وما تهتمش لكلامه لما يقول لها انه مش محتاج لحد لانه دايما بيقول عكس اللي هو عايزه، واصحابه يزوروه عشان يطمنوا عليه. ولما ايه تخرج عشان تجيب لهم حاجه يشربوها ايام يخرج معاها وتساله هو ليه جاب لها منتجات كتير للعنايه بالبشره، فهو يقول لها انه عايزها تبقى جميله عشان كراش يلاحظها وان كراش مش زي ما هي فاكره وان هما الاتنين مناسبين جدا لبعض. وبالليل كراش يكون خايف ويطلب من ايه انها تيجي تنام جنبه، ولما يناموا يفتكر مامته وينادي عليها بصوت عالي فلما ايه تسمعه تفوق ويصعب عليها وتبدا تهديه كأن هي امه. وبعد فتره لوري تاخد ايه معاها البيوتي سنتر وتطلب منهم انهم يهتموا بيها، وصاحب المكان يكون مريض نفسي كده ويبص لإيه بتدني ويفكر انها خدامة لوري، لكن لوري تفهمه انها صاحبتها المفضلة ويبدأوا معاها ويظبطوا لها شعرها ويخفوا الحبوب اللي في وشها بالمكياج وشكلها يتغير تماما وتحس إيه انها جميلة وتكون لوري مبسوطة عشانها. واحب اقول ان لوري دي بتمثل الصحبة الوفية اللي احنا محتاجينها في حياتنا. وتشاد لما يشوفها ينبهر بشكلها الجديد ويقول لها انه محتاج مساعدتها في حاجة ضرورية وياخدها معاه البيت ويكون محضر كاب كيكس ويطلب من ايه تديها لوري عشان يطلب منها فرصة لحبه، وتاخد معاها علبة الكاب كيكس وتعينها في تلاجة القصر وتطلب من العاملات في القصر ان محدش يفتحها لانها مش بتاعتها. ولما تروح لكراش يكون متضايق ومقطع ورق في كل مكان ويطلب منها انها تنظف المكان فتستغرب انه ما خدش باله من التغير اللي هي فيه وتعمل قدامه شوية حركات عشان تلفت انتباهه لكن يتصرف معاها ببرود. ولما تنظف الورق هو يفكر شوية وبعدين يقول لها انها جميلة فمن فرحتها تاكل الورق اللي في ايدها. وبالليل يكون جعان ولما ينزل يدور عليها عشان تحضر له حاجة ياكلها ما يلاقيهاش فيدور لنفسه على اي اكل في التلاجة ويلاقي علبة الكاب كيكس في التلاجة ويفتحها وياكل منها فهي تشوفه وتحاول انها توقفه فهو يقول لها ان ده بيته ودي تلاجته ويقدر ياكل منها اللي هو عايزه، فهي تقول له ان دي ملكها ومش من حقه فهو يغزها ويفضل ياكل فيها. فلما تروح تاخد العلبة منه يشدوها من بعض فالعلبة تقع على الارض وهي تتضايق جدا منه ويتخانقوا مع بعض وتقول له
وسط خناقتهم ان دي الشخص مميز وهو اكلها بسهولة. فمديرة البيت تحاول توقفهم عن اللي هم بيعملوه لكن ما تقدرش عليهم. ومع وصول ابو كراش يبدأوا يهدوا، وهي تكون هتعيط وتطلب منه انها تستقيل لانها مش قادرة تتحمل ابنه اكتر من كده. فابو كراش ياخده على المكتب ويطلب منه يحكي له على اللي حصل، وكراش يكون شايف ان كل الخناقة على حاجة تافهة ويحكي له على اللي حصل. فابو كراش يديله صورة امه ويقول له ان الصورة دي رخيصة جدا بالنسبة لاي حد لكن اكيد مميزة بالنسبة له، ويطلب منه انه يعتذر لها. ولما كراش يفتكر كل الحاجات اللي هي عملتها له وانها كانت جنبه دايما وبتهتم بيه وما تخلتش عنه ولا مرة رغم كل اللي كان بيعمله معاها، يروح لها على المطعم ويكون عايزها ترجع معاه لكن هي ترفض وتقول له انها عايشة في سلام بعيد عنه وانه يبعد عنها، فهو يعتذر لها على اللي عمله معاها. وهي لما تلاقيه بيعتذر لها بصدق تسامحه وترجع معاه. وبعدها تروح تزور باباها ومامتها في المقابر وتحكي لهم اللي حصل معاها وعلى اصحابها اللي عرفتهم وانها مبسوطة، وتحكي لهم على كراش اللي بيعرف يتأسف رغم انه بيبان قاسي. ويظهر كراش ويكون هو كمان كان بيزور امه، وتبدأ الدنيا تمطر فيروحوا المكان يستخبوا فيه من المطر. ويحكي لها ان لما مامته ماتت هو كان زعلان جدا وانه بيعامل الناس بطريقة وحشة لانه عايز الناس تكون حزينة زيه، ولما يحس انها بردانة يعمل حركة رومانسية كده ويديها الجاكيت بتاعه، وبعدين الرومانسية تتغلب عليه ويحضنها ويقول لها انه هيدفيها بحرارة جسمه. وتاني يوم يكونوا بيجهزوا عرض مدرسي، وايان يقابل ايه ويقول لها ان لوري بتعترف لكراش بحبها الوقتي، وهي تستغرب عرف ازاي. فيقول لها ان لوري طلبت منه يساعدها ويجمعها بكراش، فياخدها معاه ويسمعوا لوري وهي بتعترف لكراش، لكن كراش يرفضها ويقول لها انه بيحب ايه، وايان يدخل ايه غصب عنها عليهم. فلوري تتضايق وتخرج، وايه تزعق لكراش لانه كذب على لوري، فهو يقول لها انه عمل كده عشان لوري تحس بتشاد وتحبه. وتاني يوم في العرض تكون ايه اخده دور شبح، وكراش يتصل بيها ويطلب منها تمثل معاه مشهد الجواز في الحفلة عشان لوري تصدق كلامه وتبطل تحبه وتشوف تشاد وتديله فرصة، فتوافق. ولما لوري تشوفهم تنهار وتفضل تعيط، وتكون ايه شايفاها من بعيد وتعيط عشانها، لكن تشاد لما يشوف لوري يروح لها ويواسيها ويقول لها انه اكتر واحد حاسس بيها. ولوري تروح لإيه وتقول لها انها لو وعدتها بانها تهتم بكراش عشانها هتدي لتشاد فرصة، فايه توافق ويتصالحوا مع بعض. وبالليل في حفلة تنكرية لوري وتشاد يكونوا مع بعض، ويكون تشاد مبسوط انه اخيرا اتجمع مع الانسان اللي بيحبها، وكراش يرقص مع ايه في الحفلة وصوته يكون متغير فهي ما تعرفوش، ويعترف لها انه بيحبها. فلما تحاول تشيل القناع بتاعه يبعد ايدها ويمشي قبل ما تعرف هو مين. ونعيد قصة سندريلا ولكن بشكل مختلف شوية. البطل هو اللي ينسى جزمته في الحفلة، وهي تبدأ تدور على مين هو صاحب الجزمة بمساعدة تشاد ولوري، ولكن ما تلاقيهوش. وواحد يتصل بيها ويقول لها ان هو الشخص اللي هي بتدور عليه، وهي تكون فرحانة لانها اخيرا قابلت بطل احلامها. ولما كراش يعرف انها راح تقابله يغير عليها وما يكونش عايزها تروح، زائد يكون خايف على ايه لانه عارف ان الشخص التاني بيكذب عليها ويطلب منها حاجات تعملها عشان ما يخليهاش تروح، وهي كالعادة ما تسألش فيه وتروح. لكن تلاقي كراش جاي وراها ويسأله اذا كان هو فعلا شريكها في الرقصة، فايه تزعق له وتقول له انه جاي وراها عشان يدمر لها سعادتها. لكن الشاب اللي بيكذب عليها يعترف ويقول لها انه فعلا مش شريكها في الحفلة، وان ايان هو اللي خلاه يعمل كده عشان كراش يغير ويعترف انه هو اللي كان شريكها في الرقص وهو اللي اعترف لها بحبه، ويسيبهم ويمشي. وكراش يستسلم ويبدأ يعترف لها بحبه وانه فعلا هو اللي كان شريكها، وصوته كان مختلف عشان كان عنده برد بسبب المطر، ويديها مذكراتها ويكون قرأها كلها فتتضايق منه على عدم احترامه لخصوصيتها، فيطلب منها انها تقرأ اخر صفحة في المذكرات ويكون كاتب لها فيها رسالة وبيعترف لها انه بيحبها وان كل دقيقة بتمر عليه وهو معاها بيحبها اكتر، ويكون رومانسي بنكهة اللسان الطويل، ويقول لها رغم انها مش جميلة الا انها بتخلي العالم بتاعه جميل، ويتنزل عن غروره ويطلب منها انها تكون حبيبته، فهي تفرح وتوافق. وبس كده احب انهي مع فراولات الامارات اللي بيكتبوا لي احلى كومنتات في الدنيا. وقبل ما انهي اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصة حبكم في الحياة وتتقابلوا مع ابطال احلامكم. بحبكم جدا، سلام.